السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله أول فطار لينا في رمضان. عندنا دكر البط المتين اهو. ده نوعه يا حبيبة قلبي بط بلدي أو البط السوداني اللي انتوا بتقولوا عليه. تمام. أنا الدكر ده دكر البط ده أنا مربياه عندي بألف هنا وشفا يا رب الكل من كل وألف هنا وشفا الكل من داء. حاجة كده برضو بجانب العيشة تساعدنا شوية في المصاريف، وبياكلوا يا حبيبة قلبي من حسنة البيت. شوية أكل بقى عندك، شوية طبيخ ايه تحطيهم لهم، وبألف هنا وشفا يا رب. واللي يقدر يا حبيبتي يا ربي يا ريت يا ربي، عشان ده خير في البيت يا حبايبي. انا هنا بنضفه تنظيفه محترمه، ونقعته بقى في في محلول النقع اللي انت عارفاه، شويه ملح شويه خل ليمونه شويه دقيق ايه شوفي يبقى زي العسل كده. وتشيلوا من يتشال منه الزفاره كده ويبقى زي الفل. انا هنا بفتحه منين؟ من بين الجلد واللحم كده زي ما انت شايفين. بايه؟ بخليه بخلي الجلد منه. تمام اهو قدامك اهو يا ست الكل، عشان ياخد كمية الرز كويسة اوي. اهو معانا ومعاكم. هنا ده الزور بتاعه، انا شلت برضك بنحشيه. طب ليه لازمتها؟ انا عندي عيالي بيحبوا رز الحشو. اهو بفضل بقى ايه اشيله ايه جزء 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 كده عشان ياخد كمية رز محترم. اهو وتنضفي حاجتك عشان انت اللي هتاكليها، او لو انت بايعاه لحد او عاملاه لحد لازم انت تنضفي كل حاجة فيه. اهو الواحد لما يجي ينظف الزفر يا جماعة لازم يراعي ان الحاجة دي ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع عليه. هنا انا بحيق او بحدق الايه الجلد من جوه او الزفر بتاعي. والذكر البط عملته نفس الحكايه. عندك ملح بفلفل اسمر حلو قوي قوي قوي، بيدي طعم كده للحمه جميل قوي قوي. وهنا برضك ما بين الجلد واللحمه هحط ملح. اسمها ايه؟ ان انا بحيق الايه اللحمه من جوه عشان تبقى متبله وزي الفل. اهو انا عندي هنا رز وبصل وشوية زيت او شوية سمنة بلدي يا ريت. وهنا هحشي الجزء ده زي ما انت شايفه. هحشي برضو ذكر البط زي كده، بس احنا بنبدأ بالحاجة الصغيرة الاول، تبقى عاملة كده زي العسل اهو. وتضغطي عليه ومن ناحيتين، تحشي من ناحيتين كده ويبقى تمام التمام. الذكر ده ذكر زي ما قلت لك بلدي بس كبير في السن شوية. تمام. فانا ايه حاشياه وسايبه الرز ني. لكن لو ذكر البط ده صغير او البطيه اللي بتعملها صغيره سوي الرز نص تسويه. اهو اهو انا بوريك خطوه بخطوه معايا. انا هجيب فتله او دباره وابره، وتقومي مخيطاها من الجزء ده عشان طبعا بتفتحش ايه معاك. احنا بنحب رز الحشو جدا يا جماعه، وجربيه يبقى جميل جدا جدا. اهو برضو بحشي الذكر زي الفل وزي العسل. في ناس بتحشي لحمة مفرومة برز، وفي ناس بتحشي خضار، وفي ناس اللي نفسك فيه، وفي ناس بتحشي فريك. انا بحشي رز عادي خالص متاح ليكي. عندك فريك احشي بيبقى طعمه جميل قوي قوي قوي. بس نصيحتي ليكي تكتري البصل وتحطي بهارات لحمة او بهارات فراخ، ويستحسن بهارات ايه فراخ، ومع مكعب مرق لو امكن. تمام وتمام التمام. بس كتري البصل، وبيبقى بالفلفل الاسمر اجمل واجمل يا ست الكل. وحطي بقى لايك حلو قوي قوي لذكر البط اللي قدامنا ده. ايوه كده فضلا وليس امرا يا حبيبه قلبي، ده شغلي ولازم انا اقول لك عليه. ومرحب بالناس اللي جاتني جديده المشتركين على راسي من فوق. دي قناتكم قناه مطبخ دعاء سامي. انتوا حبايبي في الله، وبتقبل اي نصيحه زي نصيحه اخويا الغالي. ربنا يعزه يا رب ويبارك فيه. نصحني نصيحة الله يجعله في ميزان حسنات، اللهم امين يا رب العالمين. طيب انت بقى على ذكر البط ده هتعملي ايه؟ انا هعمل حاجة بسيطة خالص. هعمل جنبه زي ما انت شايفة شوية رز